اهلا اهلا. الفيديو النهارده عن زيت جونسون. هقول لكم طريقه فتح العبوه الجديده بتاعتهم، وكمان هكلمكم شويه عن الفوائد بتاعته وعن استخداماته اللي انا بستعمله فيها في الجسم. هقول لكم كل التفاصيل. الاول يلا اوريكم طريقه الفتح للناس اللي مش عارفين الطريقه، لان انا برضو بصراحه اول ما اشتريته ما كنتش عارفه افتحه. اكتشفت ان في منتجات كتير دلوقتي عاملينها بتتفتح بنفس الطريقه. بصوا، لو قعدتوا تفتحوا كده مش هيتفتح، سامعين؟ مش هيرضى يتفتح ابدا. بنعمل ايه؟ بنبدأ ندوس ونلف في نفس الوقت. لازم تدوسوا لجوه وتلفوا. القفل عادي، القفل ما فيهوش اي حاجه، بتقفلوا بالطريقه العاديه. فدي الطريقه. ويلا بينا بقى اقول لكم بقيه الحاجات اللي انا حابه اتكلم فيها في الفيديو النهارده، وعايزاكم تكتبوا لي انتوا كمان بتستعملوا الاويل بتاع جونسون في ايه، عشان كلنا نستفيد يعني. بصوا بقى، اول حاجه طبعا انا كاتبه الحاجات اللي انا هكلمكم فيها النهارده، وهي ان هو من الحاجات اللي ريحتها جميله جدا جدا. في حكايه استعمالها على الجسم، يا رب ما يكونش بس الطرحه مغطيه المايك والصوت. فهو بصراحه يا جماعه ريحته تحفه جدا. هو في منه بريحه الزهور والكاموميل وكمان اللافندر وبالصبار، بس الصبار ده ما فيهوش ريحه قوي يعتبر. فهو بالنسبه للروايح هو تحفه تحفه، والروايح بتاعته حلوه جدا كاستعمال، هيديكوا ريحه جميله. كمان بيدي ترطيب ونعومه للجلد بشكل بجد لا تتخيلوه. بس في هاك كده انا بحب اعملها علشان تلاقوا النعومه اللي هي فعلا، وما يفضلش الزيت موجود على السطح كده. هقول لكم عليها دلوقتي. ان انتوا بتبداوا تعملوا ايه؟ هو طبعا استعماله كبادي اويل تحفه تحفه، فانتوا بس لازم تعملوا الحركه دي الاول علشان يديكوا فعلا الترطيب الكويس ويدخل فعلا جوه الجسم. حاجه من حاجتين، اختاروا بقى عايزين تعملوا ايه، عايزين تجربوا الاتنين طبعا انتوا حرين. اول حاجه ان انتوا لازم تخلوا الجلد مبلول، تخلوا جسمكم مبلول ايا كان، هتحطوه على الرجل كلها ايا كان المنطقه، وبعد كده تحطوا عليها الاويل. يعني كده انا بفضل اصلا انتوا تخلوه في الحمام بتاعكم، بحيث بعد الشاور على طول والجلد مبلول، احسن وقت للترطيب. خطير خطير خطير. هتلاقوا الزيت دخل جوه الجلد، اندمج كده مع الميه ودخل جوه الجلد بشكل انتوا لا تتخيلوه. على عكس تماما، جربوا حطوه بعد ما الجلد ينشف وابداوا حطوا الاويل، هتبصوا تلاقوا الاويل قاعد على السطح موجود كده. لو جيتوا عملتوا بايديكم كده هتلاقوه طلع على ايديكم. ليه؟ لان هو الجلد ما امتصهوش. تمام. طيب ده اي اويل طبقوا فيه الحركه دي هتلاقوها بجد هتفرق معاكم. الحاجه اللي بعد كده وهي ان انتوا ممكن تعملوا حركه الميه، وممكن كمان تعملوا حركه البادي لوشن. البادي لوشن او البادي كريم بتاعكم، تجيبوا اي كريم بتستعملوه للجسم وتحطوا فوقيه الاويل. خلاص بتحبسوا الترطيب. في الحاله دي ان انتوا بيبقى تحط كريم، الكريم ده ماده مرطبه زي بتحبسوا الترطيب ده بالزيت. خلاص نفس فكره الميه دي حاجه بترطب الجلد برضو. كمان ممكن تحطوا البادي كريم او البادي اويل فوق زيت جونسون، يعني اما الاول هو، يا اما تحطوا زيت جونسون الاول بعد كده الكريم، يا كده يا كده. كل الطرق دي هتبصوا تلاقوا تنعيم خطير ما حصلش. طيب دي اول حاجه. من الحاجات اللي بعد كده قد ايه هتلاقوا زي ما قلت لكم ان هو بيدي لمعه. ممكن تحولوه تخلوه ان هو يبقى بادي اويل جليتري، اللي هم بيبقوا موجودين في براندات كتير جدا جدا، تقدروا تعملوه من الاويل بتاع جونسون. طب هقول لكم الطريقه ازاي هتبداوا تجيبوا الاويل ده، وانا هطبقه معاكم في فيديو هعمله ونجربه مع بعض. بس انا مجرباه قبل كده، تحفه تحفه تحفه، خصوصا بقى ايه في الصيف بيبقى خطير. هتجيبوا الاويل وتجيبوا اي هايلايتر عندكم بتحطوه في الميك اب، او اي شادو جليتر او اي شادو اللي هو الشيمري ده، وتبداوا تحطوه جوه الاويل، او تعملوا مثلا في علبه بره لو مش عايزين تخلوا الاويل كله يتعمل بالطريقه دي وهتستعملوه في حاجات تانية، فاهمين؟ ممكن تستعملوا في علبه بره. وقد ايه يا جماعه هتلاقوا لمعه طبعا، مع ريحه جميله جدا، مع ترطيب، فهيبقى بصوا 3 في 1 يعني. طيب ايه كمان الحاجه اللي انا حابه اكلمكم فيها تاني، وهو بيخلصكم من اللون الداكن بتاع الاكواع ومنطقه الركبه، بيبقى ساعات فيها اسمرار من الصلاه ومن السجود وكده، والكوع نفس الكلام علشان بتسندوا مثلا لو انتوا بتشتغلوا
وقاعدين على مكتب، دايما بتلاقوا في اغلب الوقت في اختلاف في اللون. بيخلصكم من الموضوع ده خالص، لان هو زي ما قلت لكم ترطيبه قوي، فانتوا ممكن اصلا تستعملوه بس على الاكواع والمنطقه الركبه. كمان في الصيف، يعني ممكن الناس اللي مثلا ما بتحبش قوي ان هي تحط اويل على جسمها في الصيف، ممكن تخصصوه للكوع وللركبه، هيبقى تحفه. لمنطقه كمان الرجلين خطير خطير خطير، للتشققات الكعبين ان انتوا تحطوه، بس برضو حاولوا حطوا حركه الميه دي او الكريم، هتبصوا تلاقوا رجليكم بتلمع وشكلها جميل جدا، وهتلاقوا فرق بجد بجد، هتدعولي. بس في كمان حاجه بقى وفكره برضو تانية انا بحب اعملها للناس اللي شويه عندهم جلد الوزه مثلا، او عندهم جفاف في رجلهم كلها بقى، مش منطقه الكعب وكده، في الرجل كلها. في ناس كتير سألوني على الموضوع ده. الحركة دي خطيرة. هتبدأوا تحطوا بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها، وتجيبوا الاسترتش اللي احنا بنغطي بيه الاكل، اكيد كلكم عارفينه، وتلفوا رجليكم بالاسترتش ده. الحركة دي ممكن تعملوها مثلا مرة كل شهر، لو انتوا رايقين كده وعايزين تعملوها اكتر من كده اعملوها طبعا. الحركة دي يا جماعة خطيرة وتحفة تحفة تحفة. هتعمل ايه؟ هتبدأ تسخن الزيت والترطيب اللي انتوا حاطينه ده كله ويدخل جوه الجلد، فهتلاقوا قد ايه الجلد مترطب معاكم كذا يوم كمان، وفرق رهيب. جلد الوزة ده هتلاقوه ان هو بيقل بالوقت، وبيبدأ طبقات الجلد دي ما تتكونش، لان هي طبقات جلد بتتكون فوق، بتعمل اللي هي الحبوب دي اللي تحت الجلد. مع طبعا جلد الوزة ليه طبعا روتين تاني، بس ده من ضمن الروتين. يعني انا في فيديو جلد الوزة ده هتلاقوني بقول لكم الحركة دي من ضمن الروتين بتاع جلد الوزة. خطيرة خطيرة. طيب الخطوة اللي بعد كده اللي انا حابة اكلمكم فيها، وهي ان هو طبعا بيستعمل كسكراب للجسم، مقشر خطير. طبعا كلنا عارفين فوائد التقشير للجسم، ان هو بيشيل الجلد الميت، خلايا الجلد الميت اللي بتتكون، القشور اللي بتكون موجودة على الرجل. الجلد الوزة، التراكم الجلد ليه علاقة بان انتوا ما بتعملوش تقشير كويس لجلدكم، فبيأثر طبعا بشكل حلو جدا، بيشيل معاكم التصبغات اللي موجودة بالاستمرار وبالوقت، بيدعم جدا الجلد. فالتقشير والسكراب ده من اهم الحاجات اللي انتوا يفضل تعملوها مرة كل اسبوع. طيب هتستعملوا ده ازاي في الموضوع السكراب اللي هو الاويل بتاع جونسون ده؟ هتبداوا تجيبوا الزيت، وتبداوا تجيبوا معاه كمان سكر وملح او قهوة، اختاروا اي حاجة من الحاجات دي واخلطوهم مع بعض، بحيث ان يكون الاويل اقل من الحاجات التانية اللي هتحطوها. خلاص، يبقى الملمس بتاعه سميك شوية كده، وتخلوا الجلد مبلول، وتجيبوا السكراب ده وتحطوه على جلدكم، وتبداوا ان انتوا بحركات دائريه تمشوا على الجلد. او يفضل، انا بحب يعني وبفضل تستعملوا اي ليفه عندكم، او ليفه مغربيه، دي انا بعشقها بقى، بستعملها مع السكراب، بتديني نتيجه هايله، لان بحس ان الايد مش كافيه ان هي تعمل تقشير حلو. فالليفه المغربيه بتبقوا مبللينها شويه، حاطين عليها ميه كده، لو عرفتوا تحطوا عليها خل قبل الشاور بشويه تبقى حركه حلوه جدا. الخل بيساعد في ان الجلد الميت يتشال بكل سهوله، فبيبقى الموضوع ده حلو قوي. تبداوا ان انتوا تمشوا بحركات دائريه على كل الجسم، وبعد كده تغسلوه. لو حابين تستعملوا شاور جل بعدها استعملوا، مش حابين هيبقى الجلد اصلا مترطب اوريدي. يعني بصوا هتدعوا لي، شوفوا بقى التنعيم والترطيب، هتلاقوا بجد فرق رهيب. كمان الريحه جميله، يعني بصوا من كل النواحي. الحاجه اللي بعد كده، ودي الحاجه الاخيره اللي هكلمكم فيها، وهو استعماله مع الشيفنج. الناس اللي بتستعمل شيفنج للجسم، في ناس كتير بتحب تستعمله مع الشيفنج وبيشكروا في الطريقه، بس لو هتسالوني انا عن رايي الشخصي، انا مش بحب الطريقه دي، بس انا حبيت اقول لكم عليها بما انها يعني موجوده وفي ناس بتحبها. فانتوا لو حبيتوها جربوها، ويعني لو حابين تعملوها اوكي، لكن انا شخصيا ما برشحش الطريقه دي، لان بحس ان الزيت ده بيخلي الشفره تبرد اثناء الاستعمال، بيخلي الشفره تبقى بارده، لان بيبقى عليها زيت محتاجين تمسحوها كل شويه. فبحس ان الموضوع قصه كبيره، فبشوف ان في حاجات تانية كتير ممكن تستعمل مع الشيفنج احسن بكتير من اي اويل. بس كده، دي كانت كل حاجه للفيديو. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وتكونوا كمان تسليتوا. قولوا لي في التعليقات رايكم، قولوا لي بتستعملوا الاويل بتاع جونسون في ايه، اذا كان لبشرتكم او لجسمكم او حتى للشعر. بس كده، وروحوا شوفوا الفيديوهات اللي انا عاملاها عن الاويل بتاع جونسون للبشره وللشعر كمان. هسيبهم لكم في علامه الاي لما تخلصوا الفيديو هنا، روحوا اتفرجوا عليهم.
وكمان قولوا لي اقتراحاتكم لفيديوهات جديده حابين نتكلم فيها. انا باخد كل الافكار بتاعتي او معظمها من التعليقات بتاعتكم. استنوني الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير وباي باي.